الكرة إذا تعود من جديد. موتي سقوط إذا وخطأ وفي إنذار. نعم قبل دقائق. هل بيسجل مثلا على فريقه السابق؟ رونالدو يلعبها قوية، ابعد أول، تسديدة ثانية، جول جول يأتي من نبيل بن طالب، الثاني لشالكة والهدف الشخصي الرابع لبن طالب. هدفين نظيفين لصالح شالكة في وقت قصير. نشاهد هدفين، شاهد قلنا لك رونالدو ممكن يسجل من هذا المكان، تسديده ابعدها حارس المرمى واستكملها بشكل سريع وردة فعل سريعة من نبيل بن طالب، ونجح من تسجيل الهدف الثاني. فيليكس فيدال ما قدر يشتتها بالشكل الصحيح. الشوط الاول بتقدم من شركه 2-1 على فريق بريمن، الجوله العاشره من عمر الدوري الالماني لكره القدم. نلتقيكم مع الشوط الثاني الى اللقاء. بريمن الاسبوع العاشر من عمر الدوري الالماني لكره القدم. شوط اول نهايته مثيره للغايه. شاهد الشوط الاول 3 أهداف في الدقيقه ال 35 شباب لصالح شالكه. بن طالب في الدقيقه 38 بعد 3 دقائق سجل الثاني لشالكه بركله جزاء الدقيقه 42. جنابري سجل هدف، وكان هوديس سجله لكن لم يحتسب بداعي التسلل، وكان بالفعل تسلل في المرمى من حارس فيليكس فيدال. هذا هو اللاعب نبيل في الدقيقة 38. كرة تصل إذا مرة أخرى. بن طالب إذا من جديد محاولة جول خطيرة. الكرة الماضية فعل من جانب وايتيارل مدرب فريق شالكة. شاهد الكرة الماضية التي كانت هو من سيتم إخراجه، هذا ما يبدو. إذا تعود مايا، هنا محاولة إذا والتفافها ممتع في أقصى اليمين. محاولة إذا تلعب عرضية خطيرة أولى والثانية وتسديدة جول ثالث يأتي لصالح فريق صاحب الهدف الأول. بيزارو إلى الأمام ثقب. جنابري هو اللي تسبب بركلة جزاء لصالح فريقه في الشوط الأول. شاهد الدخول من جانب